مساء الخير على عيون كل من يشوف الفيديو. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رجعت وياكم بفيديو جديد كالعادة، خبز وطبخ، وهاي هي شغلاتنا كل يوم. اليوم كان عندي هم خبز وسويت كبة. تابعوا الفيديو اللي قبل هذا خبز ودولمة، وهسه خبز وكبة. وابدي هسه اسوي الكبة. جبت الجريش وحطيت عليه ملح بس، انقعه واخليه لما ينقع شوية، يعني يصير حتى واحد يقدر يعجنه. اخليه ينقع بس، اخلي عليه ماء واخليه ينقع، ولما ينقع انا اروح اسوي الحشو مع الكبة. عندي لحم مفروم خليته على النار، خليت عليه ملح وفلفل شوية، كثرت فلفل. أنا يعجبني تكون حادة، يعني مو حيل حادة، يعني طالعة الحدادة مالتها. خليته لما ينحمس زين ويتفتت اللحم. بعد لما يصير يعني أنا أروح أسوي البصل، أثرم البصل وشوية أخلي عليه ثوم، يعني حبتين ثوم بس. ومثل ما تشوفون اللحم صار بهالشكل، تفتت كامل وانحمس زين، بحيث يعني ما تبقى ولا قطرة مي بيه، ينشف خلاص وينحمس زين. وراها اخلي البصل عليه وخليها يعني ينحمس زين وياه. وبهذا الوقت اخلي الحشية تنحمس زين، واروح ارجع على الجريش على مود اعجنه. هسه شوية الجريش صار لين. هسه بهذا الوقت ايش قد اقدر اعجن، ايش قد يعني هذا ينعجن يصير زين، تطلع الكوبا بعد احسن. فعجنت لحد ما صار هيجي بهالشكل هذا، وخليته لما تبرد الحشية على مود اكببها. ابدا اكبب. اهم شي عندنا الحشية تنحمس زين، يعني بحيث لا يطلع بيها يتشقار، يصير تطلع بيها ريحة الحمس. وهسه كملت عند الحشوة، اطفيها واخليها لما تبرد. اروح اخلي مي على النار على مود يعني اسلق الكبة بيه. اخلي بس مي واخلي عليه ملح شوية مثل ما تشوفون. ولما يفور المي انا اروح اكبب الكبة، لما اكمل يعني في الصينية هيجي القي المي فاير واخلي الكبة بيه. هسه وارد الحشية عندي، واقعد ابلش اكبب. مثل ما تشوفون سويتها قطع يعني متساوية كلها نفس الشي، حتى الكبة هم تطلع كلها نفس الشي، نفس الكبر يعني. وابدأ ارق هاي الجريش. خلى الحشية وش قد اني طبعا اسويها رقيقة، يعني وش قد اقدر ارقها، خصوصا اذا الجريش زين يعني وينطي. مع ان الجريش يعني هذا الجريش اللي انا استخدمته هسه شوية حسيت بيه خشن، ورققت اني بس ولا واحدة يعني ما تفلشت الحمد لله، ولا واحدة ما بقيت، كلها طلعت كاملة.
وكملت حشوة الكبة. بعد الوقت المي فار عندي، اروح اخلي اللي اريد يعني اسلقها اخليها بالمي خليته، وام راح اسوي كبة مع المرق. سويت هاي الصغار الصفحة، سويت مالت المرق صغار. شنو احسن لحتها يعني بالمرق الصغار احسن تيجي تاكل، وهاي يعني بالقلي عادي ايش قد تقدر واحد يوسعها عادي ما يخالف، بس بالمرق اذا صغار اشوفها احسن وتشيلها بالخشوقة تاكلها احسن، خصوصا اذا اطفال، وبالمرق وساع حتى ما يعرف ياكلها، فاني تعجبني ان ازغرها مع المرق. وهسه اول طبخة من الكبة حطيتها حتى تنسلق، واروح اسوي للمرق. عندي عضود مال سلق من سويت الدول ما خليتهم، قلت حتى من اسوي كبة خاف ما متوفر ما عندي، خليت هذا احتياط، بس اسوي عليهن مرق للكبة. مثل ما تشوفون قطعتهن ما نعمتهن ما يعجبني، تسوين شوية كبار احسن تحسين بالطعم لما تاكلينها. وحطيت ثوم قليل واخلي لما ينسلق، بعدين اخلي عليه المعجون ولما يفور، بعدين اخلي الكبة، لان شنو الكبة انا ما راح اسلقها واحطها بالمرق، لا رأسا ما مسوي رأسا اخليها تنسلق بالمرق وتستوي. يعني اشوف هذا تنسلق بالمرق اطيب من ما تسلقينها وحدة وتجين تحطينها بالمرق. بالمرق تنسلق ويا المرق تطلع اطيب والمرق يصير اثخن. وهسه مثل ما تشوفون محمس عندي المعجون، اخلي على المي بس يفور اخلي الكبة عليه. وهسه مثل ما تشوفون طلعت اول طبخة وحطيت الطبخة الثانية حتى اسلقها مع السلق. طبعا احنا ما ناكلها السلق، ما ناكلها يعني لازم قالية وعلى مرق هيجي، سلق ما يعجبهم، فاسلقها حتى هسه اقليها. بنات اول ما اخلي الكبة احطها بالمي افرها يعني هيجي فرة هي قليلة يعني مو قوية، بس حتى ما تتلازق هيجي هادي واعوفها. دائما اسوي يعني هاي اول ما اخليها بالمي رأسا شوية وافرها ما تتلازق خلاص. ومثل ما تشوفون هاي سويتها صغار خليتها للمرق. هسه خليها بالمرق، المرق بدا يفور عندي وراح اخلي الكبة اسويها. وهسه كملت سلق الكبة قبل ما تلزق، يعني ما هي المسلوقة اصلا من تخلينها راح شي يلزق على شي، فاني رأسا ما دامها حارة قلت خل اقليها حتى ما تتلازق. وهذا المرق بدا يفور عندي لما يحمى الزيت اخلي الكبة. ما راح اقليها قلي يعني قوي حتى لا تخشب وتبس يعني قلي بسيط هيجي. مثل ما تشوفون هاي الرق بعد أرق عجبنا نسويها، بس شنو قلتلك شنو نجري شوي حسيته خشن فخفت لا تفلش. الحمد لله ما تفلشت عندي ولا واحدة. وهسه كل اللي سلقتهن قليتهن. هاي مالت المرق تقريبا هم راح تستوي، اطفيها واخليها على الهيتر حتى يعني ما تبرد لي ما يجون المدرسة. وكمل الشغلي وكمل الغداء
وجو من المدرسة وبديت أحط الغدا، وهذا كان غدانا. وسهمنا وسهمكم ألف عافية يا رب. أشوفكم بخير ومع ألف سلامة.